الحلقه دي ماما اللي قالت لي اعملها. سنة 1898 بيطلع لنا عالم الآثار الفرنسي ويليام لوريت اكتشاف وقتها كان غريب جدا، وإنه أثناء ما كان بيعمل أشعة مقطعية أو أشعة سينية على بعض المومياوات علشان يكتشفها، يعني قال إن الموميا بتاعة مرنبتاح باين إنه كان عنده ألم في المفاصل أو مشاكل في المفاصل وتصلب في الشرايين في آخر أيام حياته. كان وقتها يتسجل مرنبتاح بأول مريض قلب في التاريخ. كان في القرن ال15 قبل الميلاد الطبيب اليوناني اللي كان اسمه أبو قراط، كانوا مسمينه وقتها بأبو الطب، يعتبر أول واحد اتكلم عن القلب بشكل تفصيلي. قال وقتها إنه القلب مش مجرد عضو موجود في جسم الإنسان بيشتغل لوقت معين وممكن يتعب، لكنه أقر وقتها بإنه من أهم الأعضاء اللي بتتأثر بالحالة النفسية اللي بيمر بيها الإنسان، وكمان أي حاجة بياكلها. لكن على مر الزمن الكلمتين دول ما بيعدوش هباء للطبيب الروماني اللي كان اسمه جالينوس، واللي هيجي في القرن ال12 يكرس وقت كبير جدا علشان يدرس القلب بشكل مفصل. هيكتشف وقتها ولأول مرة إن القلب ده هو المضخة الرئيسية اللي بتضخ الدم في كل أجزاء الجسم. ده اللي نفى الاعتقاد الكبير وقتها بأن القلب مسؤول عن المشاعر بس اللي بيمر بيها الإنسان وملوش علاقة بحياته اليومية. بقى التشخيص الواضح للقلب فقالوا لنا إنه بيرجع للقرن ال17 على إيد الطبيب ويليام هارفي، واللي قالوا برضو إنه اكتشف وقتها الدورة الدموية لأول مرة في التاريخ. لكن الحقيقة اللي خبوها علينا إن ابن النفيس سبقه بحوالي 300 سنة. جه سنة 1242 يتكلم عن الدورة الدموية في جسم الإنسان ويوصفها بشكل دقيق جدا. دي اعتبرناها من أوائل سرقات الاكتشافات العربية للأجانب في التاريخ. بس ده مش موضوعنا. موضوعنا هو إنه زمان كانوا بيحاولوا يعالجوا المشاكل اللي الإنسان بيقولها اللي بيعتبروها لها علاقة بالقلب، يعني بعلاجات غريبة جدا. هم كان بيستخدم شوية أعشاب أو خلطات يحطوهم بطريقة معينة على المكان المصاب أو المكان اللي هو بيشتكي منه، يعني واللي بيبقى له علاقة بالقلب. حتى الحاجات دي ما كانتش بتنفع، يعني في أحيان كتير المريض كان بيموت. عشان تجيلنا الصين وتعمل لنا حاجة اسمها الإبر الصينية لعلاج القلب، واللي كانت بتتحط حوالين المكان بتاع القلب علشان تعالجه. والوقتها بصراحة في حالات كتير قوي اللي كانت بتشتكي من آلام معينة الشكوى دي راحت. إن ده لا ينفي إن في حالات كتير قوي برضو ماتت. لو قدرنا نحدد أول مرة تم استخدام علاج منطقي للقلب هنلاقيها بترجع كده للقرن ال19، اللي فيها أول مرة استخدموا مادة النيتروجليسرين لعلاج الذبحات الصدرية. ولمعلوماتك النيتروجليسرين وقتها بيستخدموها عشان يعملوا بيها القنابل أو الديناميت. عشان نرجع بالزمن ورا شوية عشان نكتشف أول عملية قلب مفتوح اتعملت في التاريخ، هنلاقيها اتعملت سنة 1952. عملها الطبيب الجراح الأمريكي والتون ليلهي. عملية اتعملت لطفل عنده 5 سنين كان عنده مشكلة في القلب أو ممكن نسميها عيب خلقي، كان ثقب في البطين، واللي اتسجلت وقتها بأول عملية قلب مفتوح ناجحة لطفل تحت سن 18 سنة. أمراض القلب كانت ولا زالت من أهم الأمراض أو الأعراض اللي ممكن تهدد حياة البشر، لكن مع تطور الوقت وتطور الطب الموضوع بقى أبسط شوية عن زمان، واللي أكيد لو عرفنا المشكلة بتاعته بدري ممكن نلحق حاجات كتير قوي أو مضاعفات إحنا في غنى عنها. لو حسيت إنك بتمر بأعراض معينة زي ألم في الصدر بيجيلك فجأة ويروح، أو ضيق في التنفس ممكن يقعد معاك لفترات طويلة، ودوخة بدون ما تعمل أي مجهود، أو تورم في القدمين أو إرهاق شديد بيجيلك برضو بدون أي مجهود، تحس إن ضربات قلبك ساعات غير منتظمة وممكن تتعبك، أنت محتاج تروح لدكتور في أقرب وقت. أنت لو قابلك حد بيمر بالأعراض اللي فاتت دي لكن زيادة عن اللزوم، فاعرف إنه دلوقتي بيمر بحالة من الأزمة القلبية. علشان تساعده فأنت محتاج في أسرع وقت تنيمه على السرير وتتصل بالإسعاف وتحاول تخليه يمضغ أسبرين علشان يساعد على تدفق سيولة الدم. وفي النهاية أحب أقول لكل مريض قلب أنت مش لوحدك. الطب دايما بيتقدم بشكل كبير جدا، وإن الحاجات اللي كانت بتحصل زمان بسبب ضعف الإمكانيات دي ما بقتش موجودة. الدكاترة والعلماء بيحاولوا بأقصى جهدهم إنهم يسيطروا على أعراض القلب الموجودة حاليا عشان ما تبقاش موجودة تاني. كل اللي احنا محتاجينه منك إنك تحافظ على صحتك وتاكل أكل صحي بشكل مستمر، وتساعد نفسك يوميا بإنك تمشي على الأقل نص ساعة. حركة أو رياضة هتساعد إن الدورة الدموية في جسمك تفضل شغالة، اللي هيحافظ بشكل كبير قوي على صحة القلب. كمان تحافظ على إنك تاخد أدويتك بمواعيدها وبشكل منتظم. وإنت لو تعرف حد مريض قلب فخليك دايما جنبه، لأنه مرضى القلب من أكتر الأشخاص اللي بيبقوا محتاجين مساندة نفسية قبل المساندة العلاجية أو الجسمانية. عايزاكم تشاركوا الفيديو ده مع أكبر محاربين مرضى القلب على مستوى العالم. بس كده، سلام.